بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله تعالى. في البداية كل التحية والتقدير لحضراتكم دائما وأبدا. بنبدأ الجزء الثاني من جولتنا في سوق السيارات الجديد في طريق السخنة الجمعة 27 يناير 2023. حابب أبدأ من عند مراكز الفحص والمغسلة والصيانة اللي موجودة، لأن دي عنصر مهم جدا من عناصر السوق. احنا يمكن استعرضنا قبل كده كان في الشارع العقاري اشتغل والمرور اشتغل، الاستعلام الامني، كل كافه الخدمات المتعلقه البيع والشراء اشتغلت. عنصر اساسي من عناصر البيع والشراء اللي هو الفحص. يعني السيكونس الطبيعي اللي بيمشي ان احنا الاول بنفحص العربيه نشوفها سليمه ولا لا. الخطوه الثانيه اللي هي قبل ما بنمضي على توكيلات او عقود او اي حاجه بنستعلم عن صاحب العربيه والعربيه نفسها. الجزء ده مهم جدا جدا، يمكن على قدر الأهمية من الفحص انت ممكن تتدبس مثلا فيها ربع فيها بتاع، لكن الورق فيه مشكلة خلاص انت خسرت فلوسك كلها بالكامل، ممكن تقع تحت المساءلة القانونية. فالاستعلام الأمني والفحص والحاجات دي حاجات مهمة جدا، دي متوافرة في السوق يعني. الفحص أنا سألت عليه النهاردة، الفحص ب 500 جنيه الفرد، يعني العربية ب 500 جنيه مهما كان نوع العربية. في برضو مغسلة وفي مراكز صيانة في تبع شيل أوت، كل ده موجودين في السوق. يبقى كده الخدمات كلها تكاملت. زي ما قلت التيكت بقت ب 50 جنيه اللي هي التذكره بتاعت الدخول من اول الجمعه 27. نبدا بقى نخش نشوف اسعار العربيات وحركه البيع والشراء. الجزء الاولاني الاسعار كانت عملت تشوك للناس، فنشوف الجزء الثاني ونكمل جولتنا بين العربيات. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو يعني عايزين نعمل ايفالويشن للتويوتا كرولا. يمكن حظنا حلو ان العربيه اللي معانا 2021 تويوتا كرولا 2021 فيها اولى 85,000 كيلو عداد. المرور السلام. انا عندي بس الناس، العربيه فابريكا بالكامل باستثناء الباب خلف السائق اللي هو الباب اللي ورا السواق وداير الرفرف الخلفي. بخلاف كده العربيه كلها فابريكا. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 590,000. تليفون الملك هينزل، هو راجل فاضل يعني، انا انطباعي يعني. تليفون الملك هينزل اللي حابب يتواصل معايا. تويوتا كرولا موديل 2021 فيها اولى مرور السلام 85,000 كيلو عداد. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 590,000، طبعا الفتيس اوتوماتيك. عايز بس اعتذر على الطيارات الهوائيه في السوق، احنا معانا مايك ومعانا كل حاجه، بس الهوا حضراتكم عارفين النهارده عامل ازاي يعني. نعدي بس العربيه. هيونداي الانترا. العربيه اللي معانا هيونداي الانترا موديل 2016 اوتوماتيك، فئه تانية. ما فيهاش ايرباك، فيها اي بي اس وتحكم طاره وفتحه سقف. والحقيقه دي حاجه غريبه جدا، يعني انا العربيه بتحط لها فتحه سقف وما يتحط لهاش ايرباك، يعني شيء غريب يعني. هيونداي الانترا موديل 2016 فئة تانية، مرور الغردقة. العربية بره وجوه على حسب مقولة الراجل، عاملة 105,000 كيلو عداد. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 420,000. دي كده ممكن ناخد بص حواليها يعني. الانترا 2016 اوتوماتيك، فئة تانية. مرور الغردقة. العربية عاملة 105,000 كيلو عداد. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 420,000. تليفون الملك هينزل اللي حابب يتواصل معاه. زي ما خدنا تويوتا كرولا موديل 2021 ناخد بقى الجيل القديم بتاعها. تويوتا كرولا موديل 95. العربية مرور الشرقية، فيها رخصة 2.5 سنين، الفتيس اوتوماتيك، المكنة 1600 سي سي. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض الراجل كان بيتكلم في 105 قال 100، فانت هتبدأ معاه في التفاوض بعد ما تفحص وتستعلم عن ورقة من 100. كرولا موديل 95 مرور الشرقية، رخصة 2.5 سنين، دواخل فابريكا على حسب ما رواية صاحبها يعني. العربية مطلوب فيها زي ما قلت 105,000 تنزل ل 100. رخصة 2.5 سنين، الفتيس اوتوماتيك. تليفون الملك هينزل اللي حابب يتواصل معاه لو حابب تفاصيل زيادة يعني.
يمكن العربيه دي الحقيقه انا اول مره اصورها في ضمن الجولات بتاعتي كلها يعني. دي شيري انفي، العربيه موديل 2018. فابريكا بالكامل على حسب كلام صاحبها، بره وجوه. مرور قوات مسلحه، عامله 98,000 كيلو عداد. الفتيس بتاعها مانيوال. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 160,000. شيري انفي موديل 2018، 98,000 كيلو عداد. السعر 160,000 جنيه. المرور قوات مسلحة. العربية فابريكا بره وجوه على حسب رواية صاحبها، والفتيس مانوال. تليفون الملك هينزل للي حابب يتواصل معاه. وادرسوا يا جماعة العربية دي، يعني ادخلوا على جوجل وشوفوا ايه مزاياها وايه عيوبها لأن موديل حديث ب 160,000. لو العربية دي مزاياها كويسة اعتقد نشوف سعرها بقى. يعني انا مش متابع سعرها قوي، يعني انا اول مره اصورها. فادرسوا برضو يعني مع بعض كده، ندخل على جوجل نشوف متوسط سعرها، نشوف مزاياها وعيوبها، الاوبشنز اللي فيها وندرسها. يمكن هنختتم الجزء الثاني من الجوله بتاعت سوق السيارات في طريق السخنه، السوق الجديد، اللي هي كانت بتاريخ 27 يناير الجمعه، 27 يناير 2023. الحقيقه الانطباع عندي انا شخصيا كمان محبط جدا. الاسعار انا مش عارف الاسعار دي الناس بتسعر على اساس ايه. يعني انا وبيتكلموا بجد، يعني انا بتاع الافيو ده راجل محترم جدا، هو ليه مطلق الحريه في تسعير عربيته يعني. لكن انا لو العربيه بتاعتي انا نفسي يعني اخاف اقول 300 300 الف، يعني اخاف حد يعني مش عارف. يعني كل واحد حر في ماله، انا ماليش علاقه ولا ليا دخل خالص. بس احنا بنحمي الناس اللي هي بتشتري. يعني احنا زي ما بنقول كل واحد ليه مطلق الحريه في التسعير. برضو بنحاول ان احنا الناس اللي هي بتتابعنا تبقى عارفه ان السعر ده غير منطقي خالص يعني. السوق زي ما قلت او ان احنا شرحنا في الجولتين اللي فاتوا، وكل الخدمات بتاعته اشتغلت خلاص، سواء مراكز فحص او مرور شهر عقاري، كل حاجه فيه اشتغلت. رسم الدخول 50 جنيه. الحركه يعني انا لو استمرت على الوضع ده الحركه هتخف. يعني الاسعار لازم اعاده نظر، يعني الناس اللي هي في المهنه بيحطوا اسعار استرشاديه، لكن كده الناس مش هتيجي. يعني الناس بجد مش هتيجي. يعني الاسبوع اللي فات الانترا 2008 ب 330,000. الاسعار كلها يا جماعه كلها عاليه. المهم ان احنا بس نفحص ونتاكد من الاسعار ونخلينا خلينا في نفسنا وربنا يهدي. نتقابل على خير باذن الله في الجولات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.